الدكتور ماسك مقص، وتحت نظرات سبونج بوب المذهولة بدأ يفك الضمادة من على راس شفيق. في اللحظة دي ظهر نور ذهبي يزغلل العينين، والدكتور أغمى عليه فوراً. والممرضة اللي كانت داخلة تدي الدواء ذابت من جماله بمجرد بصة واحدة ليه. شفيق بقى عنده فضول يشوف شكله، ولما شاف انعكاس صورته في المراية ما كانش مصدق عينيه. وسيم قوي. وسيم، أهلاً يا وسيم. وهو راجع البيت كل الناس اتخطفت بجماله. الراجل العجوز المشلول نط على رجليه أول ما شافه، وواحد مش بيشوف رجع له نوره أول ما سمع صوته. حتى الناس اللي كانت تمشي بالعافية اتعلمت تطير، ومفيش وقت قليل وبقى متحاط بالمعجبين من كل ناحية. حتى بعتوا له عربيات فارهة تعبيراً عن حبهم ليه. شفيق راكب العربية وروح، والمعجبين مشيوا وراه واستنوه بره يوم بليلة كاملين. على الصبح شفيق اتفاجئ إن العدد عمال يزيد حوالين البيت. صباح الخير يا شعبي العزيز، آسف إني طولت عليكم، بس محتاج شوية نوم عشان أحافظ على جمالي. أنا عاوز قميصه، أنا عاوز جفون عينيه. باين طولت عليكم، بس شوية مزيكا هيخلوكم تهدوا. شفيق قرر يعزف على الفلوت عشان يهديهم، وبمساعدة فلاتر الجمال الناس اعتبرت عزفه حاجة فاخرة ومن عالم تاني. المعجبين قعدوا يهتفوا له، وفي اللحظة دي حد نزل من السماء وأخد الفلوت من إيده، والباقيين أول ما شافوا كده اتحمسوا أكتر، حتى إنهم بدأوا يجمعوا الصابون اللي استخدمه في الدش. خلاص يا شفيق، لازم تبتدي تتعود. أهلا يا وسيم. وسيم، وسيم، يلا نجيبه. سبونج بوب. شفيق كان متوتر جدا، فجري على بيت الأناناسة يطلب المساعدة من سبونج بوب عشان يرجع لشكله القديم وبسرعة. سبونج بوب أخد شفيق وراحوا سلطع برجر، والمعجبين طردوهم طول الطريق. أول ما مستر سلطع شاف المنظر أعلن إن أي حد يقدر يقرب من شفيق مقابل مبلغ مالي. لما شفيق شاف إنه هيتحول لأداة لجمع الفلوس استعجل سبونج بوب يتصرف بسرعة، بس سبونج بوب ما كانش هاين عليه يجي عليه. شفيق ما كانش قادر يستحمل وأصر على سبونج بوب يتصرف فورا. طيب استنى. لا، ما كنتش مستعد. استنى، ده شكلك بدأ يرجع تاني. لا، لسه وسيم زي ما أنا، لسه مفيش فايدة، يمكن مش بتصرف بجدية. المحاولات المتكررة ما كانش ليها تأثير، بالعكس شفيق بقى يزداد وسامة وجسمه بقى مثالي أكتر. المعجبين زاد حماسهم، وشفيق استعجل سبونج بوب يلم الموضوع. في اللحظة دي نزلت جزمة من السماء، وقبل ما تلمسه سبونج بوب زقه بسرعة، فطار شفيق وخبط في عمود. ولما قام وقف على رجليه كان رجع لشكله الأصلي زي ما يتمنى تماما. سبونج بوب حضنه، والمعجبين اللي بره اتفرقوا ومشيوا. مستر سلطع ما كانش عاوز يضيع الفرصة، فزق شفيق ناحية الباب عشان يخبط تاني، بس المرة دي وش شفيق اتورم وبقى ضخم جدا، وخطة مستر سلطع مفيش منها فايدة.